السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محتاج أنزل 30 كيلو وتمارين المقاومة تفتح شهيتي، شنو الحل؟ هل أوقفها والتزم بس بالخطوات؟ صار لي سنة قاعد أقول لكم الكلام بس ما يسمع كلامي، ليش ما أدري. وتنصدمون من نتائج مراجعيني شلون قاعد ينزلون هالكثر لأنهم يسمعون كلامي. واشكر. نينجا آخر بوست نزلته في الانستغرام صدق خلاني أتأكد أنك خبير نمط حياة صحي، جزاك الله خير. صعب وايد تتقبل الكارب وتفهم أنك تحتاجه وتاكله بتوازن إذا أنت من النوع اللي لا تاريخ فيه الرجيمات وعدوك الأول كان الكارب. فجد شكرا، البوست جنن وعليكم ألف عافية. مثل ما قلت لكم الكارب عنصر غذائي أساسي، إلا إذا أنت عندك حساسية معينة من الكربوهيدرات هذا شيء ثاني. بس إذا تحب الحياة وتحب الحياة بس يعني تبي ما تبي تعيش حياة قشرة، وتبي شوي تستانس وتشبع وما تواجه المشاكل الصحية اللي ذكرتها في البوست، أنصح أنك تاكل كربوهيدرات. وشكرا. ايش رايك بالووب والفرق بينها والابل واتش؟ فرق شاسع يا جماعه الخير. اول شيء الووب سوار، مو ساعه ما عليها شاشه، هذا اول شيء. الشيء الثاني ما تحسب الخطوات يا جماعه الخير. تخيلوا يعني سوار رياضي انزين يدش بتفاصيل عجيبه بالنسبه لي عجيبه، ما يحسب الخطوات. يعني انا ودي اقابل الشخص اللي سوى هالساعه عشان احوك كف على عينه واساله ليش يعني ليش ما ضفت هالشيء؟ ليش ما ضفت هالميزه؟ ايش فيك؟ ظاهر ما ادري متعقد من سالفه الخطوات وقال لا انادي عليهم ما راح اضيفها، ما ادري. بس المهم يا جماعه الخير، انا صار لي الحين اسبوعين او شوي اكثر قاعد استخدم سوار الووب. ايدي اليسار لابس الابل واتش واليمين لابس الووب. فاعطوني بعد كم اسبوعين بالكثير وراح انزل لكم تقييمي. وشكرا.